ده انا بقيت نورمال، لا ده انا عليت شويه اوفر ويت. وايه يعني اوفر ويت؟ لا لا، ده انا اعلى كمان وجريد 1 لسه بدري. لكن في ممكن سنه ورا سنه والايام بتعدي بسرعه وانت سايب نفسك للفاست فود والاكلات كتير، تلاقي نفسك مره واحده وصلت للسمنه المفرطه. دلوقتي انا هشرح لكم يعني ايه سمنه، او ازاي نعرف انا اي درجه من درجات السمنه عن طريق معادله اسمها مؤشر كتله الجسم، اللي هي بادي ماس اندكس او بي ام اي. ده لو انت لقيته وتعرف ان هو معناه مؤشر كتله الجسم. دي معادله بقدر اعرف منها انا في اي درجه من درجات السمنه. عن طريق ايه؟ ان انا بحسبها عن طريق ان انا بقسم وزني على طولي مرتين. بمعنى تاني، مؤشر كتلة الجسم بجيب وزني واقسمه على مربع طولي مرتين، بس خد بالك الطول يبقى بالمتر. يعني انا لو وزني 70 وطولي 150 بحط 70 فوق والواحد و0.5 في 1.5، يعني متر ونص في متر ونص. مش 51 ده 150 ده 150 سنتي. انا عايزه بالطول، ف 150 سنتي لما اجي احولها للطول تبقى ايه؟ 1.5 متر. ف1.5 متر في 1.5 متر تحت و70 فوق. اهو اديني كتبتها لكم. البادي ماس اندكس بحسب الوزن على مربع الطول بالمتر مرتين. فانا وزني 70 على انا طولي 150، فبالمتر بقيت ايه؟ متر ونص. مرتين يبقى متر ونص في متر ونص، هيطلع لي رقم. الرقم ده هو مؤشر كتلة الجسم. طيب انا عملت اللي انت قلتي عليه وطلعت الرقم. اعمل ايه بعد كده؟ ابص على المعادلات دي او النسب دي. النسب دي هي اللي بتبين لي ان كنت انا في اي درجه من درجات السمنه. اول مرحله لو انا من 18 ل 25 فانا طبيعي. لو الرقم ده طلع من 18 ل 25 فانا بني ادم طبيعي ما عنديش سمنه. لو انا وقعت ما بين 25 ل 30 فانا عندي اوفر ويت او عندي زياده في الوزن. من فوق ال 25 وتحت ال 30 ده قلنا اوفر ويت او زياده في الوزن. طب لا انا اعلى شويه من 30 ل 35 فانا كده دخلت في درجات السمنه، ودي جريد 1 اوبستي، درجه اولى سمنه. طيب لا انا اعلى كمان من 35 ل 40، لا انا وصلت لمرحله اخطر، جريد 2 درجه تانية سمنه. طيب لا ده انا اعلى قوي فور اعلى من 40، كده بنسميها فوربيد اوبستي او سمنه مفرطه، ودي بتؤدي لخطر للحياه عامه، ممكن تؤدي للموت، ودي بننصح بيها اول ما بنوصل للرقم ده بعمليه فورا. طيب يبقى انت تستهون بالموضوع؟ لا، انت ممكن توصل لل 40 بادي ماس اندكس وانت مش واخد بالك. لو فضلت سايب نفسك وقلت لا دي بسيطه، ده انا بقيت نورمال، لا ده انا عليت شويه اوفر ويت. وايه يعني اوفر ويت؟ لا لا، ده انا اعلى كمان وجريد 1 لسه بدري. لكن في ممكن سنه ورا سنه والايام بتعدي بسرعه وانت سايب نفسك للفاست فود والاكلات كتير، تلاقي نفسك مره واحده وصلت للسمنه المفرطه او الفوربيد اوبستي.